بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة فن منورنا النهارده فيها الفنان الجميل ناصر عيد. اهلا اهلا اهلا، اهلا وسهلا ازيك؟ بيك. اخبارك ايه؟ ازيك؟ الحمد لله، كل سنه وانتم منور طيبين الدنيا كلها. يا رب يخليكي. الفنان ناصر عيد من هو في ابتدائي بيعمل سكتشات، وكمان وهو عنده 12 سنة عمل فرقة نجوم المستقبل مع النجم الجميل الراحل ماهر عصام. مجموعة من الطلبة بدأوا الله يعملوا يرحمه. مسرحيات وسكتشات مع المخرج محمد توفيق، وهو اللي اكتشفهم. وهو 18 سنة تم اختياره عشان يعمل دور البطولة في مسرحية أزمة شرف دور الدكتور مع دكتور عاصم النجاتي كان مخرج، والمؤلف محمد الصواف. في سنة 90 حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الأقاليم، واتجه بعد كده للتمثيل في الفارس الملثم مع مخرج حمدي النبوي، وكان ترشيح من الفنانة سماح أنور، وهنعرف اتقابلوا ازاي والقصة والحكاية. توالت الأعمال، وفي النص رهان على ساعة علاء ولي الدين. هنشوف كان الرهان ايه، ومين اللي كسب الرهان، ومين اللي أخد ساعة علاء ولي الدين. قدم العديد من المسلسلات، منها العندليب، ريا وسكينة، صاحب السعادة، أسمهان، عمر عبد العزيز، وقدم وشمس الأنصاري، على نار هادية. وقدم في السينما ألف مبروك، الدنيا مقلوبة، درة غزة، السراب، مش متشافة، اللي شارك في مهرجان اسكندرية السينمائي اللي كان في بداية الشهر كان منعقد. ايه كل الحاجات الحلوة دي؟ ربنا يخليك، ربنا يدينا الصحه. وانا في ابتدائي بعمل سكتشات اه في البيت. بقى رد فعل البيت، الولد مستقبله ولا لا هننمي؟ واكيد كنت بتقلدهم، ده لا التنمر بقى. لا، انا كان عندي بس والدي الله يرحمه كان بيشجعني، وكنت ساعتها طفل صغير ده بحب ست قوي. سنين طبعا. اه كنا نتجمع انا وماهر الله يرحمه زمان ماهر واحنا عصام. صغيرين، وكنا عاملين فرقه اسمها نجوم المستقبل. ما كناش بنلاقي مسرح نعمل عليه بروفات، كان بالعافيه لما نروح نادي الشباب امبابه عشان حد يدينا مكان نعمل فيه عرض مسرحي. وواحده واحده كان هو ساعتها عامل سيكو سيكو مع الاستاذ عادل امام، ايوه. فهو كان متشاف والناس كانت بتحبه وعارفاه، فاحنا يعني ايه، يعني كان هو مدينا السكه ان احنا معاك يعني يلا. النمر والانثى. النمر والانثى فكتير بقى كنا بنتقابل لما الدنيا كانت بتضيق بينا، كنا بنطلع عندنا في البلكونه في امبابه في شارع المعاون، نقف ونقفل الستاره ونمثل. تقفلوا ليه؟ سيبوا الستاره ما مفتوحه، والدتي سيبوا بقى، الناس. والدتي الله يرحمها ما كانتش الله تعرف يعني ايه يرحمه. فن وتمثيل، كانت ست طيبه جدا، وست يعني ما يعني فلاحه ما تعرفش، عارفه ان الولد بيلعب وما فيش مذاكره، يعني هي ما عندهاش غير الجمله دي: انتوا ما بتذاكرش، انتوا بتلعبوا. مم. فهي مش عارفه. والدي بقى اللي كان حابب الموضوع قوي فيا الله يرحمه، الله وحتى يرحمه. كمان عمل لي شهاده اللي هي بتاعت ازاي امثل، كنت صغير وهو مضالي عليها بولايه والده يعني. ايوه موافق ده. اه ايوه، في المدارس زمان كانوا لازم ناخد كان اذن لازم ولي الامر عن اي انشطه احنا بنمارسها. بس فتوالت الاحداث هنا بقى ان احنا عملنا على مسرح نادي الشباب زمن الديابه، كان اخراج علي سعد، وكان الاستاذ محمد توفيق كان قاعد بيتفرج علينا، فابتدى ان هو ياخد مننا، كنا انا ومحروس ومحمد عباس وحسني ومهير عصام، كنا فرقه جميله قوي، كنا كتير. فابتدى بقى ياخد مننا حاجات كده، واشتغلنا مع الاستاذ محمد توفيق، طبعا ده علامه في امبابه، كان ساعتها هو المخرج الاول يعني. وكان في فرقه تانية برضو موجوده، كان في فرقه خالد مطاوع الله يرحمه برضو. بس انتوا اعتقد ان انتوا سنكم كان الاصغر احنا ولا كنا انا؟ صغيرين، بس احنا كنا مسابقين جيلنا شويه، مم. يعني احنا معاك، احنا في اي حاجه احنا معاك، احنا عايزين نمثل. تسالي الليالي بقى، امم المسابقة اللي فيها 150 موهبة وتم اختيار 5 وانت منهم. ايه دور الفنانة سماح انور، وايش دخل علاء ولي الدين الله يرحمه في الموضوع وتراهنتوا على ساعته؟ ايه الموضوع؟ ببساطه كان في اعلان عن مواهب، رحت انا وكان اخويا الكبير كان موجود ماهر، فقال لي خدني وشجعني بصراحه ورحت. بس انا كنت خايف قوي ان انا يعني مش خايف، كنت عايز اخش متاخر شويه، يعني كل ما يجي دوري كده اروح انا راجع ورا. تهدى وهم يتعبوا لا وانا اللجنة عايز ابقى في الاخر، يعني انا كمان ايوه. كنت اناني شويه، يعني عارفه انت الولد اللي واثق في نفسه قوي، عايز ابقى في الاخر، عايز انا اخد اللقطه كلها. فاستنيت في الاخر لغايه ما لقيت بقى دوري جه،
فوقفت قدام الناس وقلت لهم انا هعمل دور عبد الحليم حافظ في الخطايا. مرة واحدة؟ اه ده ف اكتر دور عبد الحليم مثل فيه بالظبط. وكنت لابس ساعتها بدله وجرافطه وقميص ابيض، وكنت ظابط نفسي قوي، انا رايح نازل من البيت، انا هعمل ده. ها وبعدين؟ وجت بقى الاستاذه صباح اول وقالت لي عبد الحليم. شفت؟ قلت لها اه. انا كان سماح كان انور. اه كان موجود ساعتها الاستاذ علاء ولي الدين، مم. الاستاذ عايده عبد العزيز كانت موجوده، كانت الله، الضيفه. الله يرحمهم. واتجمعنا بقى كده وقالت لي طب انا هعمل دور حسن يوسف. قلت لها جميل. وابتديت ساعتها بقى سماح هي اللي قالت قلت لها جميلة. لقيتني بقى جريء، وانا بقى بصراحه يعني ايه، ما صدقت لقيت الخشبه كده، وعارفه انت. ايوه. فقلت لها خلاص انا هعمل عبد الحليم وحضرتك تعملي حسن يوسف. وراحوا ازاي على ولد قال وانا هعمل عماد حمدي بس في شرط. مم. قلت له خير طيب. قال لي انا هعمل عماد حمدي ولو انا ضحكتك يبقى انت كده ايه، خلاص خسرت. بره. بره. وهرانك على الساعه اللي انت لابسها. انا كنت لابس ساعه ساعتها كان اللي هي ساعات عادية. الارقام العاديه يعني. ايوه. وهو قلت له انا بيني وبينك بصيت في الساعه قلت له خلاص ارانك على الساعه اني مش هضحك. فنسيت خالص عبد الحليم انا اصلا، وكنت وركزت مركز ان انت قوي ان ما انا تضحكش. انجح كمان. اوكي. عايز ابقى قدامك ان انا مش خايف. مم. وفضل ساعتها يقول لي هديك بالقلم اكسر لك وشك، وانا برضو عايش لا ونهكت عبد الحليم بقى. أيوة. قوي عشت قوي يعني. وفي الاخر برضو يجيبني شمالي مش جاي. ففي الاخر لقيت الناس ضحكوا معاه شويه، بس انا بقى ايه لما كملت سحبتهم لمودك خدتهم انت. معايا. مم. كنت انا بقى عارف يعني ان انا اخد الناس واخطف في الكاميرا والحاجات دي يعني. فخدت الناس معايا وعشت وبرقت وعيطت ولقيت الناس سقفت وخدت احسن ممثل. يا جامد. والله فاداني الساعه. وكان في ساعتها نجاح احسن ممثل هديه كانت استشوار. اوكي. فخدته وهديته لاختي الاكبر مني، وكان قلت لها ده بقى هديه مني ليكي بقى لما خدتي تتجوزي. الاستشوار فعلا ولا ايه والله الموضوع؟ والله كان طب ابيض. خلاص سادة. كان ابيض كده كمان ده يا ساتر، بتمن في وما الحاجه اللي اتحرقش خالص بتديها. لغايه دلوقتي موجود ذكرى. هي الحاجه ما كانت اصيله اه وبتقعد. ورشحتك الجميله سماح انور طبطبت عليا وقالت لي انت احسن من الفارس فنانين الملف. كتير وجميل وبرافو. وابتديت بقى هنا بقى ان هي تقف جنبي في موقف اللي انا اروح للاستاذ حمدي واشتغل معاهم في الفارس الموسع. اخر مسرحيه قدمتها انت وش فقر اخر حاجه ده لسه الفتره اللي فاتت دي مع شغالين فيها لغايه دلوقتي. شغالين. ما احنا بنقول ده ده اخر حاجه. وش فقر، ومعاك المخرج محمد سمير. الاستاذ محمد سمير ده مخرج مبدع محترم. دي كنا اخر حاجه عرضناها في المنوفيه. كان اخر عرض، والناس هناك جميله قوي وطيبه قوي وعسليات كده. والمسرح هناك كمان كان معمول في ملعب كبير، لان هناك كنا ناخد مسرح بس لان عدد الناس والاقبال مش هينفع في مسرح. فخد ارض ملعب، وعملنا عند الجون عملنا مسرح واتقفل وخلاص كده تمام. بس المنوفيين والاطفال الصغيرين دول عسلات قوي يعني. بقى كل شويه كنت انا بعمل عجوه العبيط. المفروض ان عبيط بقى عارفه يعني ايه واحد عبيط وبيعمل عبيط في بلد ارياف. اوكي. انت فاهم حاجه؟ فالعيال مصدقه ان انا عبيط، لان انا اصلا ما زرتهمش وانا عاقل يعني. هم ما شافونيش وانا كويس يعني. حتى عملوا بسلم فيك ايه؟ ده كل شويه يلفوا لي من ورا وسايبين الدنيا كلها وما بنحبك يا عجوه. طب يا ابني اصبر انا جاي لك كده ست عجوه يا استاذ. استاذ محمد سمير بعني. محمد سمير ما كانش حماد. بيضحك بس هو بيضحك بس طبيعي انا هو كانوا هضحك. الو استاذ دعاء، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. كده ست عجوه يضحكوا عليه في المنوفيه الاطفال وانت لا بتضحك؟ ده اخويا الفنان المبدع اللي ما بيخذلنيش دايما. ليه ما بيغزلكش؟ ليه لا بصي في اي مكان تحطيه فيه تلاقيه. حتى كوميدي الاقيه، دراما الاقيه، اكشن الاقيه، في كل حاجه يعني. حبيبي يا استاذ محمد. طبعا غير احترامه وادبه يعني. حبيبي ربنا يخليك يا رب. اشتغلتوا وش فقر بس ولا اكتر من كده؟ لا اشتغلت وش فقر، واحنا حاليا في فيلم السراب ان شاء الله فضلنا في يوم تصوير ان شاء الله. ويعني في اعمال قديمه جديده يعني، وفي حاجه كده جميله في رمضان ان شاء الله يعني. هو يكلمكم عليها عشان ما احرقهاش انا مش عايز احرقها. انت قلت لي ما تتكلمش فيها. لا قول والنبي. انت اللي قلت عشان ما نقعدش قول عادي، ممكن تدي نبذه كده يا فنان كده بس قرصه. حاجه. لا تشويق.
تشويق تشويق. يعني وبترجع تقول لي انت مش نابذه، مش كبير قوي يعني. وبترجع تقول لي مش نابذه اللي انت قلتها، انت قلت فخده. حبيبي طبعا، ده اخويا قبل شغله وقبل اي حاجه، حبيبي. اخويا حبيبي. وصاحبي يعني، وكل حاجه الصراحه يعني. حبيبي. دامت العشرة الحلوة، ووش فقر خليه وش سعد بقى، يعني بعد كده يطلع حد عاقل عشان لما يروح هو يعرض في الحمد لله الأرياف ما إن يضحكوش. المسرحيه دي كانت وش السعد على الناس اللي فيها كلها، وانا اولهم. الحمد فيلم لله. السراب من طبعاً وش فقر، وإيه أستاذ حسني تاني؟ راشد يعني السراب، وفي فيلم مش متشافه طبعا، اخراج الاستاذه ميادة، اتذاع في مهرجان اسكندريه، كان هو كان معزوم. تقريبا يوم 12. كنت انا منتر فيه برضه. في فيلم دير الغزه برضه كنا مشتركين مع بعض فيه، برضه كنت منتر، درست منتر برضه. يعني لا مجموعة شغل. من الأعمال، وبتقول عليه إن هو شخصية محترمة وجدعة. سلفك كام قبل طبعا. كده؟ هو اللي بيدي، ايه؟ انا باخد منه هو والله. سلفك كام قبل كده؟ لا هو طبعا اخويا طبعا، وطول عمره يعني خيره عليا طبعا. حبيبي حبيبي يا محمد. فنان كبير حبيبي يا استاذ ومصر محمد. عيد. بصراحه دمتم. يعني اي حاجه بحطه فيها بكون واثق انها تنتهي على خير يعني. إيه الدور اللي نفسك تشوفه فيه، وبتقول لو جالي ورق كذا هحط ناصر في الحتة دي؟ انا بالنسبه لي كمحمد سمير، الفنان ناصر عيد، اي دور يتعمل انا متاكد ان هو افضل ممثل يعمله. حبيبي. ومش كذب والله، ولا ان انا بكبر فيه عشان هو موجود، لكن دي حقيقه، لان انا اختبرته في كذا حاجه. الله اكبر عليه. حبيبي. يعني في فيلم مش متشافى ده عمل دور، واحنا بنسمع الفيلم في المهرجان، الجمهور كله وكل الناس كلامها على ناصر عيد. يعني ما انصحش حد يسمع الفيلم ده عشان ما يكرهش ناصر عيد، اللي بيحب ناصر عيد ما يسمعش الفيلم ده. هو طلع شرير فيه، يعني هو شرير في الحياة وشرير في الفيلم. انت في لا الاتنين انا لا شرير. طيب. لا لا لا، ده لا في انا طيب. الحياة حاجة عكس الفيلم خالص. طيب والله غلبان جدا والله. يعني فعلا. انا بحاول اعكسه كده. نورتنا وشرفتنا المخرج الجميل محمد ربنا يخليك سمير يا رب. حماد. ربنا شكرا يخليكم، لوجود بالتوفيق حضرتك. والشرف ليا. شكرا ليك، وفي انتظار الفيلم وفي ربنا انتظار نورتنا يا استاذ فيلم محمد والله. السراب. ايه رأيكم نخرج نشوف جزء من اعماله ونرجع نكمل حوارنا؟ تابعونا. أنا بعترف إن